استعرض اتحاد الكرة أهم تصريحات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، والتي يرى خلالها أن مواجهة زامبيا الودية صعبة والمقرر لها غدا، والمنتخب المصري جاهز لتحقيق الفوز. وأضاف فيتوريا في تصريح بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر وزامبيا: لن أتحدث عن ال11 لاعبا الذين يشاركون غدا، لكن الجميع جاهز للمباراة، واللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب، ونحن أسرة واحدة، ولا يوجد أي غضب من أي لاعب لا يشارك في المباريات بصورة أساسية. وأوضح مدرب المنتخب: كنت أتكنى وجود وقت كاف للاستعداد لمواجهة زامبيا، ولكن جاهزين للقاء، ولم أبلغ اللاعبين بتشكل الغد، وباب المنتخب مفتوح دائما للجميع، وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر، والتألق سر تواجد أي لاعب بالمنتخب سواء محلي أو محترف. وبالنسبة للقنوات الناقلة لام مباراتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر لكرة القدم، تذاع مباراتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وعبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية. وتقام مباراة منتخب مصر وزامبيا غدا الخميس في تمام 7 مساء على ملعب هزاع بن زايد، فيما تقام مباراة المنتخب والجزائر يوم الاثنين المقبل بحلول 7 مساء على نفس الملعب.